يانجو بلاي اخيرا عملت الصح. اصل بصراحه مسلسل برستيج خلاني اشك في خريطه اعمالهم الفنيه، وكنت خلاص فقدت الامل فيهم تماما. بس مسلسل مملكه الحرير رجع لي الثقه. وقبل اي حاجه لازم ارحب بيكم واقول لكم يا اهلا وسهلا بيكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف وجاي اتكلم معاكم دلوقتي حالا عن مراجعه مسلسل مملكه الحرير، واللي من اول حلقتين خلاني اقول يا سلام يا بيتر يا ميمي. وطبعا سامعك اللي بتقول لي معقوله مايكل المسلسل عجبك قوي كده وما فيهوش اي غلطه؟ لا طبعا في ايجابيات وسلبيات وهنتكلم عنهم براحتنا. بس قبل ما نبدا لو لسه ما اشتركتش معانا اشترك بسرعه، احنا خلاص قربنا نوصل على 10000 مشترك، والزرار ببلاش يا صاحبي، بس فعلا بيفرق جدا معايا. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. مسلسلنا من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبو اليزيد، وعمرو عبد الجليل، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، وكمان سارة التونسي. والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، والأحداث بتدور في مملكة خيالية في زمان ومكان مش معروفين، وبيبدأ صراع دموي على العرش. الأخ بيقتل أخوه عشان العرش والحكم. الملك نور الدين بيتقتل وأولاده بيتفرقوا في الأرض، واحد بيتربى وسط جيش العبيد والتاني وسط قطاع الطرق، أما الأخت التالتة بتفضل في القصر وبيربيها عمها اللي قتل أبوها، فاكيد طبعا ما كانتش عايشه في امان. والمسلسل فيه خيانه وصراعات ومغامرات، ده غير ان الاخوات بيتجمعوا تاني ومصيرهم بيتشابك بشكل مثير جدا. ودي كده ببساطه قصه المسلسل. تعالوا بقى نتكلم عن الايجابيات والسلبيات. واول ايجابيه هتكلم عليها معاكم وهي الاداء التمثيلي. كريم محمود عبد العزيز مكسر الدنيا، بيبعد عن الكوميديا وبيقدم شخصيه تقيله ومختلفه، ده غير ان هو كمان بيعمل جزء اكشن اول مره نشوفه بيعمله. حقيقي خطوه جريئه ومحترمه جدا، وبتقول ان احنا قدام ممثل تقيل قوي. وانا عن نفسي مبسوط ومستمتع باداء كريم محمود عبد العزيز. اما بقى اسماء ابو اليزيد فكالعاده تقيله سلسه صادقه متمكنه جدا من ادواتها وعارفه هي بتعمل ايه بالظبط. وانا دايما بقول عليها انها واحده من اقوى الممثلات اللي موجودين في مصر حاليا، وهي بتثبت لي كل مره ان انا صح. اما بقى احمد غزي فهو ممثل ذكي جدا، وكمان مركز كويس قوي في كل دور هو بيختاره، وكل خطوه هو بياخدها بتقربه اكتر لنجاح اكبر واكبر، والحقيقه انا مستني منه كتير قوي. اما بقى وليد فواز فهو عنده ملكه غريبه جدا، بيقدر يتقمص اي شخصيه لدرجه ان انت تصدق ان دي الشخصيه بتاعته الحقيقيه. يعني انا مش قادر اشوفه في اي حاجه تانية غير شخصيه جبل قاطع الطريق، عاملها حلوه قوي. برافو قوي وليد فواز. وكمان محمود البزاوي اللي عامل دور الخادم رضوان باحترافيه عاليه جدا. طبعا محمود البزاوي ممثل كبير وليه علامات كتير قوي في السينما وفي الدراما، لكن الدور ده مختلف تماما لانه مليان صراعات وتحديات خلته يقدم اداء مختلف ومتميز جدا. وعشان ما اطولش عليك خليني اقول لك ان الاداء التمثيلي في المسلسل قوي جدا، والكلام ده مش في الادوار الرئيسيه بس، لا حتى في الادوار المساعده، طبعا باستثناء بعض الادوار وبعض الشخصيات اللي هنتكلم عليها في السلبيات براحتنا. تاني ايجابيه معايا في المسلسل هي التصوير والاضاءه. الكادرات حلوه جدا ومختلفه ومتنوعه، خصوصا في المعارك. انا كل معركه وكل قتال بتفرج عليه بكون مستمتع بيه جدا، ده لحد دلوقتي طبعا. والاضاءه فيها عنصر ذكي قوي، بيستخدموا فيها العناصر الطبيعيه عشان تبين ان هي اللي مديه الاضاءه، حتى لو مدين اضاءه بكشاف لا جايبين شعله، فانت تحس ان الاضاءه دي طبيعيه جدا ومش عامله اي مشاكل. فالاضاءه معموله بذكاء وفاعليه عاليه جدا، ده غير ان حسين عصر عامل شغل سينمائي واضح قوي، وانا عن نفسي مستمتع ومبسوط بيه جدا. ثالث ايجابيه معايا هي الاخراج، وانا هنا هتكلم دلوقتي عن رؤيه بيتر ميمي. وما اقدرش انكر ان بيتر رجع الثقه تاني فيه بعد فيلم المشروع اكس اللي كان بالنسبه لي حاجه محبطه جدا، وده بسبب كذا حاجه. اولا تسلسل الاحداث مريح، ده غير ان الايقاع مظبوط والانتقال بين القصص معمول بسلاسه، ده غير ان هو مركز على البعد النفسي لكل شخصيه. يعني وانت بتتفرج هتلاقي ان كل شخصيه في حاجه جواه بتحركه غير التاني. كريم محمود عبد العزيز بيتحرك عشوائي مثلا، احمد غزي بيتحرك بطموح معين، اسماء ابو اليزيد انتقامها هو اللي بيحركها، وهكذا. ولو ركزت اكتر هتلاقي ان في كادرات بتخدم الحاله النفسيه دي. وزود على كل اللي انا قلته لك ده اختيار الزوايا مع الالوان والاضاءه المتميزه، فهتلاقي الصوره كلها حلوه جدا. ده غير ان المسلسل قادر يشدك جدا، ده غير الرمزيات والاسقاطات اللي موجوده، وكمان البناء الدرامي اللي بيخليك قاعد مستني الحلقه الجايه يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده. وخليني اقول لك ان بيتر نجح ان هو يعمل حلقه اولى تاسيسيه حلوه قوي. هي كانت مدتها 50 دقيقه لكنها ما كانتش ممله، لانها قدرت تلم لي كل الاحداث وكل الشخصيات من اول حلقه، وده خلاني افهم واعيش مع العالم ده بسرعه جدا، خصوصا ان هو عالم خيالي. والحلقه الثانيه كانت مدتها 43 دقيقه، فانا بالنسبه لي الوقت مناسب جدا، ولا في مط ولا في كروته. اتمنى باقي الحلقات تبقى بنفس الريتم. ومن الايجابيات اللي معانا في المسلسل هي الموسيقى التصويريه اللي انا مستمتع بيها جدا، وحاسس انها مختلفه ومتميزه وقادره تعيشني جوه العالم الخيالي اللي خلقه بيتر ميمي في المملكه دي. وساعدنا في ده الديكورات والملابس اللي برضه متصممه بشكل حلو قوي. هي مش مبتكره وجديده لكنها حلوه وخدمه الشخصيات ومدخلانا جوه المود بتاع الاحداث. تقصد ايه يا مايكل؟ يعني مسلسل جامد قوي كده ما فيهوش غلطه؟ لا يا صاحبي فيه غلطات، وحالا هنتكلم مع بعض عن السلبيات. اول سلبيه معايا
لا، هي ان في بعض الفيجوال افكت او في اف اكس او المؤثرات البصريه اللي مش معموله بمستوى متميز، مش على المستوى، واضحه جدا ومش مقنعه، خصوصا في اللونج او في المشهد الكبير قوي اللي بيجي فيه منظر المملكه او القصر من بره. وعايز اقول لك ان احنا ممكن نعديها، بس ليه نعديها؟ ليه ما نعملش الحاجه بيرفكت؟ ليه ما نعملهاش كما يجب ان تكون؟ تاني سلبيه معايا في المسلسل هي الصدف الكتير جدا. شخصيه شمس الدين او كريم محمود عبد العزيز عنده حظ مش طبيعي. خدت بالك كان هيموت كام مره؟ وانا عن نفسي ما بحبش الطريقه بتاعت السيناريو اللي بيخلق صدف حلاله. ركز معايا كده هتلاقي ان الصدف كتير قوي زياده عن اللزوم. تالت سلبيه معايا هو ان في حرق في الاعلان لبعض الاحداث اللي احنا لسه ما شفناهاش وما نعرفهاش. وانا هنا بتكلم عن نهايه الحلقه الثانيه، بيحصل فيها حدث مهم جدا بيوترنا كلنا، لكن لو انت شفت الاعلان زي حالاتي هتلاقي نفسك مطمن وعارف ان الموضوع هيمشي وهيعدي. بصراحه دي سقطه ومش صغيره، اتمنى انها تتعالج في اللي جاي. رابع سلبيه معايا هي ساره التونسي. طبعا هي لطيفه وجميله واموره وشكلها مناسب جدا للدور، محدش يقدر يتكلم، بس من وجهه نظري ان الدور ده كان محتاج ممثله اقوى تقدر تعبر عن الخبث وعن المكر والالم اللي اتعرضت له في الماضي من نظره عينيها. ونزود على ده بقى النعومه والجمال والدلع والهق والمق، ما عنديش اي مشاكل. مشكلتي الحقيقيه معاها ان انا مش قادر احس انها خبيثه وشريره وشافت المر وهي صغيره زي ما السيناريو بيحاول يقول. لا، انا شايفها بنت كيوت جت عملت الدور، فكان المفروض يتذاكر اكتر وتتقمص الشخصيه اكتر واكتر، او نجيب حد تاني متمكن اكتر في الدور ده، لان واضح ان هو دور محوري وخطير. بس برضه لسه بدري عشان نحكم عليها. دي ملاحظه مبدئيه من المشهدين 3 اللي انا شفتهم واللي كانت بتحاول تبين لنا فيها قد ايه هي ذكيه وخبيثه. ومن السلبيات اللي معايا برضه ان بيتر ميمي متاثر ببعض الاعمال الاجنبيه زي فيلم نوح اللي تم انتاجه سنه 2014. لو ركزت كده في الحلقه الاولى بعد المشهد الافتتاحي للمسلسل هتلاقي في مشهد متصور شبه المشهد ده بالظبط، قريب قوي منه، نفس التكنيك نفس الزاويه نفس الستايل. بس ده ما يمنعش ان بيتر ميمي عمل المشهد حلو جدا وانا اتبسطت منه، لكن يفضل نبعد شويه عن التكرار وعن الاقتباس. واخر نقطه عندي هي ان العمل مش اصلي 100%، مش جديد 100%. الفكره شبيهه لاعمال كتير وبالاخص جيم اوف ثرونز، فانا عندي تخوف شخصي ان احنا نكون ماشيين في نفس الاتجاه ونفس السكه. اتمنى ان الحلقات اللي جايه بعد كده تخيب ظن، لان انا بصراحه مستمتع قوي باول حلقتين، واتمنى ان المسلسل يكمل بنفس الستايل. وفي نقطه اخيره كده سريعه حابب اقولها، هي ما تعتبرش سلبيه لكنها وجهه نظر. انا شايف ان الحلقه الاولى كان فيها اعتماد كبير قوي على الراوي عشان يشرح لنا الاحداث بدل ما نعيش معاهم الاحداث، وانا عن نفسي احب اعيش الاحداث واتفرج على الصوره والصوره هي اللي تشرح. وتقييمي للحلقه الاولى هو 7/10، اما الحلقه الثانيه 8/10. وبصراحه لحد دلوقتي العمل ممتع بصريا ممتاز، والدراما اللي فيه مخلياني مستني اشوف ايه اللي هيحصل وهيحصل ازاي. وبس كده صديقي، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها، لكن انا مستني رايك في الكومنتات. هل انت متفق معايا ولا لا؟ هل عجبك المسلسل ولا لا؟ ولو عجبك ايه اللي عجبك فيه وايه اللي ما عجبكش؟ ولو عجبتك الحلقه يا صديقي اوعى تنسى اللايك الجميل والاشتراك اللذيذ، لان ده حقيقه هيساعدني اكبر، وانا مش هكبر غير بيك انت وبدعمك انت. انا مايكل عاطف ودي قناتكم قناه ماستر سين، وانا مستني اشوفكم تاني على خير في مراجعات تاني جايه كتير. انا بابا يلا.